تيمم بن عبد الله، فلوج ليلي منزلي جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي المشاهدين، اينما كنتم، تيمم بن عبد الله. اليوم الفلوج الاول من نجرب الاشياء الافرنجيه، الاشياء اللا عربيه الامريكيه. بنجرب كل شيء ان شاء الله، كل شيء ينأكل ان شاء الله، كل شيء ينأكل كويس. ممكن يكون مقرف، اوريدي ضربنا مخلل سمك ف عادي. طبعا كالعاده مجهز النص، ولكن ما نحتاج نص. الزبده عندنا اول شيء اليوم راح نجرب ناكله، هو هذا الشيء اسمه سوفت بايتس، زبده كاندي. راح نجرب نشوف وش هو. هذا شكله، ف نجرب نقول بسم الله. احس ان في شيء جربته قبل نفس الطعم. الزبده مو حلو ابدا، مو حلو. الشيء الثاني اللي راح نجربه موار هيدز. طبعا هذا معروف بانه احد اكثر الكانديز حموضه في العالم، يقولون كشيء كومن، مو شاطح، او من داخل طبعا مكيس. راح اجرب الاحمر والازرق. اتوقع واضح وش فريقي. اول شيء الاحمر. المشكلة انه مو نفس حلاوة السعودية. اذكر كان في السعودية حلاوة حامض، ثانيتين ونروح حموضة. الحين راحت. اوكي، حموضته كويسة، تعرف الا حامض، بس في الاخير تجيك نكهة حلوة، مو نكهة مرة خايسة نفس بعض الحلاوة اللي بالسعودية. ف هذا كويس. بجرب الازرق. طبعا الاحمر كان على بلاك تشيري، كرز اسود، وهذا الازرق اكيد بلو روزبيري، توت ازرق. خلينا نجرب هذا ونشوف. احمض من ذيك. احمض منها. والله مرة حامضة، والله مرة حامضة من جد. بس أنا كويس، حلو طعمه. هذا أحلى من السويت تارت، ما أدري شو اسمه ذاك، كان مرة لا. هذاك 2/10، هذا أعطيه 6/10. اللي بعده هذا اسمه اير هيدز. هذا أتذكر كأني شفته بالسعودية، بس مو متأكد هل هو موجود أو لا. فيه نكهة محطوط عليها علامات استفهام. هذه وايت ميستري مكتوب عليها. هذا مكتوب عليها وايت ميستري، معناها نكهة مو معروفة، بس في جح. راح اختار هذه صراحة، أول مرة أشوفها وأبغى أعرف، بحاول إني أعرف وش النكهة. ما أدري وش النكهة، ما أتذكر إني قد أكلت شيء بنفس هذه النكهة أبدا طول حياتي، بس حلو والله. هذا مرة كويس، مرة حلو، بس ما أدري وش النكهة. مشكلة ما أدري وش النكهة. على فكرة جميع الحلويات اللي أشتريها أحاول إني أبتعد عن الجيلاتين أو عن أي شيء فيه مثلا دهون حيوانية أو هذه كذا، فاللي أخذه كله يكون شيء إن شاء الله كويس أو good to go. نجي لرقم 4. هذا رقم 4 اسمه فليبز وايت فudge. هذا هو.
ما ادري، اول مره اشوفه صراحه. مو كاندي يعني، بسكوت او شيء كذا، نفس ما توقعت بالضبط. هذا طعمه نفس بسكوت زقاير كان تذكروه قديم، بس انه فيه وايت شوكولات. هذا كويس. اللي قبل اعطيه 8 من 10 وهذا اعطيه 7 من 10. مرة كويس. هذا اخر شيء موجود عندنا لليوم، اسمه شو اسمه؟ ووبرز. ما ادري، اول مرة اسمع شيء. اتوقع هذا نفس المالتيزرز، ما اسمه هذا المالتيزرز شيء كذا، زبد الشيء اللي بالسعودية يعني. هذا تقريبا انا اتوقع انه نفسه. انا هذاك صراحة جربته مرة واحدة بحياتي. هذا طبعا من داخل. هذاك انا جربته مرة واحدة بحياتي وما اتذكر طعمه. هذا كويس. ما ادري، احس تعرف مرة حلو كذا، تنغمر في الطعم لما تبلع يضيع كل شيء، تحس تجي طعم خايس. هذا اعطيه 6 من 10. هذا اللي عندنا حلويات اليوم. طبعا في ما شاء الله يعني الطاوله عندي هنا مليانه، فانا مجهز لاكثر من حلقه. واذا بدكم في شيء نجربه بس اعطونا خبر، اعطونا تحت في التعليقات، اكتبوا وش الاشياء اللي تبغوني اجربها، وان شاء الله نجرب كل شيء. وانتظرونا في حلقه قادمه، حلقه مخلل الحمضيات راح تكون خلال 3 ايام بعد هذه الحلقه. لا تنسونا لايك، سبسكرايب، شير شيرات واجد يعني. نراكم على خير. اخوكم متيم بن عبد الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.